تجلت عبقرية صلاح الدين العسكرية في معركة حطين، فاستطاع أن يهزم جيش الصليبيين المكون من 63 ألف مقاتل بجيش قوامه 12 ألف مقاتل فقط، فيقتل منهم 30 ألفا ويأسر 30 ألفا، بالإضافة لأسر ملك مملكة بيت المقدس جي دي لوزينيون وأمير حصن الكرك أرناط. صلاح الدين ليس عربيا وإنما كردي، ولد بتكريت بالعراق. لم تعادل قوة صلاح الدين العسكري قوة الصليبيين في أي معركة جرت بينهم أبدا، بل كانوا أضعاف جيشه دائما، ورغم ذلك هزمهم شر هزيمة بصدق إيمانه. جاهد صلاح الدين 12 عاما كاملة لتوحيد الشام بعد أن تمزقت مملكة السلطان المجاهد نور الدين بعد وفاته، فأصبحت كل مدينة دولة، ثم تفرغ لمعاركه الرئيسية مع الصليبيين. كان صلاح الدين رحيما حتى مع أعدائه، فكان بعد فتوحاته يقف على طريق النصارى المنهزمين ينظر إن كان فيهم عجوز أو مريض ليعينه على حاجته، ودفع الفدية لفقراء النصارى بالقدس عندما فتحها من أمواله الخاصة. فتح صلاح الدين القدس الشريف بعد أن كان في يد الصليبيين لمدة 88 عاما. جاهد صلاح الدين الممالك الصليبية في الشرق وجيوش 12 دولة أوروبية وحده، فلم ينصره بعدة أو عتاد أحد من الممالك الإسلامية، ورغم ذلك لم تضعف عزيمته. لم يتقابل ريتشارد قلب الأسد مع صلاح الدين الأيوبي أبدا، وقد طلب ريتشارد اللقاء ورفض صلاح الدين. عندما مرض ريتشارد أرسل له صلاح الدين أطباءه لعلاجه، لكن ريتشارد قلب الأسد ردهم. واجه صلاح الدين الأيوبي الحملة الصليبية الثالثة المعروفة بحملة الملوك، وقدرها 250 ألف مقاتل انضموا ل200 ألف مقاتل من الممالك الصليبية في الشرق، فلم يستطيعوا استرداد القدس، بل هم من طلبوا منه الصلح. حزنت الأرض على موت صلاح الدين من شرقها إلى غربها، حتى أعداؤه حزنوا عليه لما رأوه من عظمة أخلاقه بشهادة المؤرخين الغربيين الذين ألفوا المؤلفات في وصف أخلاق صلاح الدين. حاكم صلاح الدين 24 سنة، قضى منها 16 سنة راكبا على الخيل مجاهدا في سبيل الله، فعاش أغلب حياته في الخيام، ولم تفتنه قصور الدنيا رحمه الله، وحينما مات دفن معه سيفه داخل قبره.